صلوا معي على النبي، اللهم صل عليه وعلى آل محمد، زيدوا بالصلاة عليه. صلوا معي على النبي، اللهم صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني واخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ونكون على تواصل في الخير دايما. موضوع حلقتنا النهاردة زي ما انتم شايفين كده، هفرز البيض بتاع الفرخة الرومية لأول مرة بتبيض يا جماعة وترقد. بسم الله ما شاء الله. اول مرة ترقد يا جماعة، دي شمرت وكانت دي السلالة بتاعتي، واول مرة ترقد ان شاء الله. هفحص البيض ونشوف البيض بقى والديك اللي معاها تخصبه كويس ولا لا. انا ببقى خايفة من اول تخصيب للديك، بما ان هو من نفس عمر الرومية، فببقى خايفة من التخصيب بتاعه. يعني ممكن ما يطلعش فيه تخصيب ولا حاجة. وخاصة الديك ده في حاجة غريبة كده يا جماعة. استنوا اما يدور وشه ليه كده كركر. اه شايفين بتاع اللي قدام اللي هي فوق من ارضي، زي ما انتم شايفين كده. الحته دي بس حته كده عامله زي الفوله وخلاص، انما الديوك التانية فيها زلومه. فانا يعني قلت ممكن ده عيب فيه، ممكن يكون له علاقه بالتخطيط او كلام من ده، فتلاقوني خايفه. على عكس الديوك التانية تلاقوهم لهم زلومه كده مكان الحسنه. دي حسنه كبيره كده، حسنه كبيره كده بس فوق من ارو وخلاص. وزي ما انتم شايفين كده، انما هو بسم الله ما شاء الله بيكركر ومنفش ريشه وزي الفل. هو طبعا فوق البوكسات اللي انا ببقى رقت فيه. بس هي الرومية حبت المكان ده، فانا سبتها في المكان ده. انا طبعا مطلعاها كده علشان اخد البيض وافحصه واشوف فيه ايه. طبعا انا كنت حاطه 4 بيضات، 4 بيضات بط و12 بيضة رومي. 4 بيضات بط و12 بيضة رومي. طبعا في اللي اتكسر وفي بما انها اول مرة تبيض وكلام من ده، فانا ايه يعني بالنسبة لأول مرة هي عدد البيض بتاعها يعني الى حد ما معقول. طبعا هي مقلقة شوية تطلع وشوية تنام. هي بسم الله ما شاء الله هادية وهادية جدا جدا وعاقلة كده، وبترقد على البيض. وكل اللي بيروح عندها بتلاقيها عامل بخت كده في وشه زي اللي عاوزة تضربه كده، ان انتوا يعني جايين هنا تعملوا ايه. وبالنسبة لها هي ارتاحت في المكان ده، مع ان في 3 مكبات تحت اهو كان ممكن احطها فيها، ومرتاحة مع الديك. طبعا اللي بيقولك لازم تشيل الديك من مع الفرخة، لا الديك اهو يا جماعة معاها والله. معاها كمان طيور تانية، يعني معاها فراخ هندي والديك الفيومي ده. وهو يعني هي ما فيش، بصوا ما فيش حد يجرأ لا طيور ولا بني ادمين يجوا نواحيه. وهي يا جماعه يعني عشان برضو الناس اللي عندهم اماكن ضيقه، اللي عنده مكان ضيق ومش عارف يودي مثلا الحاجه اللي بترقد فين، هي بسم الله ما شاء الله راقده اهي في وسط الطيور، ما فيش اي مشكله. وكل يوم والتاني بروح عندها كده اشوف البيض تمام، البيض كويس، مدفياه راقده عليه كويس، بتقوم كتير ولا لا، ولا بتشغل نفسها بطيور نهائي، ولا بتشغل نفسها باكل. يعني انا بطلعها والله العظيم عند الاكل قلتها تقوم راجعه تاني. بس هي اكيد بتاكل، اكيد بتاكل وتشرب في وسطهم، بس هي بتحب تطلع بمزاجها. مش من النوع اللي احنا مثلا ممكن نطلعها بايدينا وتاكل والكلام من ده، لا. هي نوعيه الفرخه دي غريبه، غريبه في كل حاجه. حتى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يبارك فيها يا رب ويجعل الرزق منها واسع يا رب، لان دي هي اللي حيلتي. عقله عقله ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الفرخه والديك ده من السلاله بتاعتي يا جماعه، كانت سلاله مفقوده مفقوده مفقوده. يعني بقى عندي رومي من ما فيش من الصفر. انا ايام ما كنت بصف طيوري ما كانش الا جوز كتاكيت، والله اعلم هيطلعوا ديك وفرخه ولا هيطلعوا ظروفهم، ولا هيطلعوا الاتنين ديوك ولا الاتنين فراخ. بقيت كل يوم والتاني ادعي ربنا يا رب ما تحرمني من السلاله بتاعتي ابدا، يا رب يطلعوا ديك وفرخ، يا رب يطلعوا ديك وفرخ. انا ما بعرفش ان هم ديك وفرخه بصراحه لما بيكبروا يا جماعه، ما بعرفهمش هم صغيرين، لان اصلا بيبقى شكلهم هم صغيرين كده. مش مدي ما تعرفوش الديك من الفرخ. حتى كان عندي بتاع ديك احمر اللي انا بدلت بيه،
كنت طول ما هو صغير مفكراه نتاي، شكله مد على نتاي. بدلته بجزء ناتي، المفروض بدلته بجزء ناتي. الناس اما صورتهم قلت لهم يا جماعه انا مبدله ديك رومي بجزء ناتي، قالوا لي في ناس بقى علقت كتير، كل اللي علقهم قالوا لي دول جوز ديوك، وفي اللي قال ديك وفرخه. وطبعا انا رجعت تاني اللي انا مبدله منه قلت له لا، قال لي والله دي زي امهم، هم اللي بيبقوا ايه نوعيتهم خشنه شويه وتشوفهم هم صغيرين تقولوا ده ديوك. فانا مش عارفه اصدق المتابعين ولا اصدق اللي انا جايبه منه اللي هو مربي بالفعل وكان اصلا وعارفهم، واكيد يعني مش هيغشني ويجيب لي جوز ديوك، يعني مش هياخد ديك ويجيب لي جوز ديوك. وبالنسبه برضو اللي مش عارفه واحد ولا واحده اللي كانوا بيسالوني انت جايبه منين، هو اصلا مش بيبيع يا جماعه، هو زي كده الحاجه زياده عنده ممكن يا يبدل بيها يا يبيعها، وحاليا ما فيش عنده. ويومين ما انا كنت حاجزه عنده الجزء الاناتي، كان هو اصلا كان عنده اناتي كتير جدا وباعهم، وما سابليش الا الاتنين دول عشان هيبدل بديك، وبعد كده ما عادش عنده. تمام. وما بيحب يبيع مثلا بيعرض على القناه، فمش بيبيع. يعني بالنسبه للناس اللي طلبت رقم وكلام من ده، هو مش بيبيع والله يا جماعه. ولو حاب ان هو يبيع اي حاجه انا هعرفكم على القناه باذن الله. تمام. نفحص بقى البيض. وطبعا انا كنت حاطه البيض بتاريخ كام، 20/11 والنهارده 8. طبعا انا المفروض بفحص بعد 5 ايام عادي وبيبان ان كان في بذره ولا لا، بس انا بصراحه كل ما اجي اتلبخ مثلا ببقى مشغوله تحت اقوم عالفه ونازله واقول يلا مش مشكله، يعني مش مشكله، بكره هفحص، بعده هفحص وهعمل حلقه معاكم كلام من ده. بس خلاص بقى يعني يوم 20 والنهارده 8 يبقى كده 18 يوم، يبقى كده عسل أوي أوي. المفروض من 5 ل10 أيام بعد كده بفحص. وساعات والله العظيم بقيت افحص بعد 5 ايام وكان بيظهر معايا ان كان ايه في تخصيبه ولا لا. تمام. هفصل معاكم بقى ونفحص البيض ونشوف ايه اللي فاضي وايه اللي مليان. اهو يا جماعه طبعا انا فحصت البيض، في 4 فاضيين، مش فاضيين تماما، هم كانوا فيهم تخصيبة، بس هي كانت بتبيض ساعات يوم ويوم وساعات كل يوم وطولت شوية. فهي التخصيبة اللي هنا يا جماعة زي ما يكون فسدت، انما هو بسم الله ما شاء الله في نقطة كده وخلع من مكانها، مش يعني هي التخصيبة اصلا بتاعت ال5 بيضات دول فسدوا. ده زائد كان من ضمنهم بيضة او 2 كانت هي في وسط الديوك، كل ما يجي يكسرها يقوم الديوك ماسكينه ضاربينه، كان جاي هنا بيشرشب دم كده. فانا عزلته لوحده هو وهي. طبعا الحاجة الوحيدة اللي هي لا تؤتمن اصلا ان انت تسيبهم فرخة واحدة مع كام ديك، تبقى تعرفوا ساعتها في ديك هيموت التاني، ده حاجة تاني حاجة مفيش تخصيبة مش هتصح. فانا قمت عازلاهم لوحده، فممكن يكون منهم 2 من ضمنهم اللي هم عشان الديوك ضربته ما كانش بيعرف يخصبها، والثلاثه التانيين بسبب ان هم طولوا، يعني هم طولوا زياده عن لازم. والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اللي طلع عمران يا جماعه من 4 بيضات بط، انا ما لقيتش الا 3 اصلا، الرابعه فين مش عارفه تقريبا، ما اعرفش هي لقيتها فاضيه كسرتها ولا هي اتكسرت اصلا، انا ما اعرفش يعني. انا كنت حاطه 4 بيضات بط ما لقيتش الا 3، بسم الله ما شاء الله طلعوا عمرانين، 3 بط و7 رومي، فضل ونعمه. بس يطلعوا هم ان طلعوا من نفس السلاله بتاعتي يبقى 10/10، يبقى فضل ونعمه، يبقى انا كده هحيي السلاله بتاعتي تاني يا جماعه. وبالنسبه بقى للرومي اللي انا جايباه جديد ده، هنشوف مع بعض هيطلعوا ديوك هيطلعوا انات، اللي يجيبوا ربنا حلو. ان طلعوا ديوك هقوم بايعه كل الديوك اللي عندي بما فيهم الديك التركي الرصاصي وهم كمان. ان طلعوا جزء ناتي مع الديك الرصاصي هعمل سلاله تركي وهعمل سلاله برونز ان شاء الله. فالحمد لله فضل ونعمه، الحمد لله ورزق جديد كده واللي يجيبه ربنا حلو. انا يعني بصوا النعمه الكبيره ان انا بقى عندي ديك وفرخه من السلاله بتاعتي، يعني السلاله بتاعتي دي مش هعرف اجيبها تاني بصراحه يعني. وده كان موضوع حلقتنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.